ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده كان في الشهر يا توته؟ النهارده 9/10. جبنا الكتكوت من ده الوطنيه اللي فيه نقطه سمرة صغيره من هنا كده، مش عارفه واضحه ولا ايه. الكتكوت من ده ب 53 جنيه. في بقى اللي هي الكتاكيت بتاعت المعامل العاديه، يعني شعبيه كده، بيقولوا عليها كويسه برضو، بس ما بتجيبش وزن كبير معاك. الكتكوت منه ب 47 جنيه. بس طبعا انا حبيت اجيب من ده. ولما تيجي تجيب الكتكوت عشان تعرفي ان هو كتكوت كويس يعني، وان شاء الله يجيب معاكي لحم كتير، بتجيبي رجليه صفرة وبتلمح كده اهو. مش عارفه واضحه ولا ايه. 15 كتكوت يا جماعه، هم جبتهم ب 800 جنيه والله. 800 جنيه. وصحيح ربايه الكتاكيت دلوقتي مكلفه لانها بتبقى غاليه، بس انا ما بحبش اشتري فراخ من بره. الفراخ اللي بتبقى بره دي بتبقى واخده كلها هرمونات ومتعبيه ميه ومش كويسه خالص على صحه اولادنا. فعلشان كده بحب اجيب كل فتره يعني 10 كده، اكبرهم ولما يخلصوا ابقى اجيب غيرهم، احطهم في ركن البلكونه كده وربنا يبارك فيهم ويبارك لكل واحد يا رب في اي حاجه بيربيها يعني. طبعا اول حاجه ما تجيبي كتاكيت زي دي بتحطهم طبعا في مكان دافي الاول كده. هوزنهم معاكم. هم قالوا الكتكوت الحلو لو قل عن 38 جرام ما يبقاش حلو اهو يا جماعه. خدي يا ماما وزني الحزين ده كده. ما شاء الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو 44 جرام. ما شاء الله. لا 46 جرام. لا 44. لا 46. ايه ده؟ 42. يعني الميزانه بتاعت مع نفسها كده. طب هاتي واحد تاني كده يا توته. ما شاء الله. بصوا بقى يا جماعه، ابو نقطه سمراء. لما تجيبي كتكوت ويقولك الوطنيه لازم تتاكدي ان هو في نقطه سمراء هنا كده اهو. واضح اهو. ب50. هاتي كده يا ريتاش. ايه ده؟ شايفين وزنه قد ايه؟ ما شاء الله. ايوه اهو 50، يعني هنقول 50 جرام. اخده. هاتي لي واحد تاني كده. هو اصغر واحد اللي بعدي اهو 48. حلو. الكتاكيت دي حلوه ما شاء الله. خدي ده. بصوا بقى يا جماعه، حطهم في كرتون اهو، في زاويه في الاوضه اهو جنب البلكونه، وفتح له الشيش بتاع البلكونه اهو. ولما يكبروا شويه سمي يا توته، سمي وقولي بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم بارك يا رب. لما يكبروا شويه ان شاء الله بقى مش هطلعهم من البلكونه، بس يشد حيلهم شويه كده، يعني هسيبهم مثلا زي اسبوع ل 10 ايام كده في الكرتونه، ولما يشدوا حيلهم شويه طلعهم من البلكونه. ولازم لما تجيبي كتاكيت يكون جنبهم مكان تهويه كده. طبعا انا هقفل ده بالليل، بس بالنهار سيبيه متهوي يعني عشان تعرفي الكتكوت بتاعك عايز تدفيه ولا لا. بتمسكي رجليه كده، اذا حسيت ان هي ساقعه بتولع عليهم اللمبه. حسيت ان هو جسمه عادي كده زي جسم الانسان دافي كده، يبقى خلاص ولع عليهم اللمبه دلوقتي. طبعا لازم تجيبي لهم دواء استقبال. الراجل مديني دواء احط لهم على الميه، وبودره برده هقلبها لهم على العلب بتاعهم. هجيب لهم الميه والاكل بقى واوريهم لكم بقى هما بياكلوا. انت مالك يا عم انت كده؟ زي اخوه. ايوه هو ماشي الحمد لله. الكتكوت ب 53 جنيه، حاجه جامده والله يا جماعه. بس مضطرين اعمل ايه؟ انا جبتهمش والله من رمضان ما جبتهمش. قلت لما الجو يبرد شويه، عشان الكتاكيت في الحر ما بتنفعش معايا. بس على ما صبرت بقى على ما الجو يبرد وشهر 10 يدخل عليا كده، لقيته رفع وصل ل 43 جنيه. قلت لا ده هينزل، مش جايباه كده. وصلت 50 جنيه. قلت لا ده بيقولوا هينزل بكره لحد ما جبتهم 53 جنيه. والله المستعان. اجيب لهم الميه الاكل بقى واجي. بص تاكلون بقى يا حبايبي. لما تيجي تاكلي اي كتاكيت ما تغيريش العلف خالص. يعني بدات بالوادي بالفجر باي نوع اللي تبداي بيه انهي بيه فراخي، من البادي لحد الناهي. طبعا العلف دي بيبقى فيه 3 درجات. اول حاجه بادي، تاني حاجه نامي، اخر حاجه بقى الدرجه الاخيره بتبقى ناهي. والبادي ده بتاكلهم لحد 15 يوم بادي، وبعد كده بتديلهم الوسط بقى اللي هو النامي اللي بيكبرهم شويه، وبعد كده بتديلهم العلف اللي هو الناهي بقى الاخير خالص في اخر 10 ايام او 15 يوم. في ناس بتقول بيبقى 15 و15، يعني 15 بادي 15 نامي 15 ناهي. فالراجل ادى شويه البودره دول لابو شيماء، قال له اتلخبطوا على 4 كيلو علف. فهم دول 2 كيلو، هاخد نصهم كده بسم الله الرحمن الرحيم ولخبطهم على شويه العلف دولت. لما يخلصوا هجيب 2 كيلو تانيين لحد شويه البودره دولت ما يخلصوا معانا اهو كده نصهم بالظبط. وتحط لهم بقى
ودايما الكتاكيت الصغيره دي تخلي الاكل قدامها باستمرار، يعني لمده اسبوع كده ما تشيليش الاكل من قدامهم خالص. بعد ما يكبروا شويه بقى كده بعد 10 15 يوم تبداي بقى ايه تشيل الاكل من قدامهم كل ساعتين 3 تشيلي الاكل، يعني تحط لهم مثلا ساعه اكل، وبعد كده تشيلي الاكل من قدامهم حوالي 3 ساعات كده ولا حاجه، وبعدين تحط لهم، وهكذا كل ما تجوعي الفراخ كل ما ترمي معاكي لحم وتاكل معاكي وتبقى ايه نفسها مفتوحه للاكل. لكن طول ما انت حاطه الاكل قدامهم كده هيزهقوا، مثلا زينا كده لما تلاقي الحاجه قدامك دايما بتقرفي منها وتزهقي منها، لكن لما تشيلها من قدامك وتيجي تاكلها تاني تلاقي نفسك لها ايه مفتوحه كده. طبعا اول ما تحط لهم كده تحط لهم ولسه صغيرين، بحط لهم على ايه غطا جردل كده، لان ما ينفعش ايه تحط لهم في حاجه عاليه دلوقتي. والميه لما تروح ايه بتاع كتاكيت تقول انا عايزه دواء استقبال، إيه هيديكي دواء. هو اداني دواء الاخضر ده قال لي لمده 3 ايام في اليوم 2 سم على رتل ميه، يعني سنتي على نص رتل. انا حطيت نص رتل اهو، احط عليه ايه سنتي، احط لهم كده. اداني نوعين دواء اهو، ده الاخضر ده لمده 3 ايام، وبعدين الاسمر ده لمده 3 ايام تانيين، وربنا يبارك. يلا بقى نحط لهم كده ونشوف اخبار الاكل معاهم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اخد كل انت حبيبي كل. طبعا لازم ترفعوا لهم الميه شويه كده. طبعا الفرشه هنا تبنه، لو عندكيش تبن اللي هو بتاع الغله ده حط نشاره خشب، حط قماشه، لو ما عندكيش حاجه خالص حط قماشه، وكل شويه شيل القماشه وغيريها بس لمده اسبوع لحد ما يكبروا. بعد كده بحط لهم نشاره او تبنه كده يا توته. الاول كده احط لهم وبعدين ادفيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا لي يا حبايبي بالله عليكم ربنا يبارك لي فيهم. شويه الكتاكيت دولت يا جماعه والله داخلين على 1000 جنيه، يعني دولت ب 800 فلوسهم، بس 15 كتكوت دولت ب 800 جنيه. وبعد كده جاب لهم 2 كيلو علب ب 50 جنيه، ودواء ب 50 جنيه، وتوك توك رايح وتوك توك جاي، يعني قلنا على 1000 جنيه مثلا حوالي 50 جنيه ولا 60 جنيه. بصوا بقى يا حبايبي انا جبت يد مقشه كده ولا يا توت على مهلك بسم الله. بسم الله ما شاء الله. جبت يد مقشه كده وحطيت فيها اللمبه الكبيره ديت، بس هدفهم شويه بس، وبعد كده هشيلها واحط الصغيره اللي هي دي. واو. بس انا بس هحط دي مثلا لمده ساعه كده عشان لسه جايين جداد وحسيت ان هما بردانين كده، واشيلها وارجع احط الصغيره دي، لان اللمبه دي بتسحب كهرباء كتير خلي بالكم. فعلى قد ما تقدري حاولي ايه توفري في الكهرباء وتحطي اللمبه الصغيره لو كتاكيتك في مكان متدفي. كده خلصنا الفيديو بتاعنا يا حبايبي. حبيت بس اقول لكم على اسعار الكتاكيت واشجعكم واقول لكم برضو رب حتى الاسعار غاليه، برضو الفراخ بره غاليه، فحاجتك في بيتك او فلك، وكمان حاجه ضامنه نظافتها مش واخده حبوب زي ما قلت لكم. ربنا يحفظكم ويسلمكم يا رب من الامراض. وبس كده يا حبايبي، اتمنى اذا كان الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناه. مع السلامه يا حبايبي. قولوا مع السلامه يا توته واعملوا لايك. مع السلامة. اعملوا لايك.